اذا حضر دور الابطال حضرت لعبه الشطرنج. ابتديت بدور الابطال يبقى هبتدي بالنهائي المبكر ما بين باريس وبرشلونه. الفرقتين دول السنه اللي فاتوا كان المفروض النهائي دول يبقى بتاعهم هم، ولكن احنا جايين في الادوار الاولانيه وباريس وبرشلونه بيقابلوا بعض. جاءت الافكار التكتيكيه بقياده المدرسه الاسبانيه تحت قياده لويس انريكي والمدرسه الالمانيه بقياده هانز فليك. تفتكر مين اللي يكسب؟ اللي يكسب اللي يقعد يحرك في اللعيبه ولا اللي يعمل تغييرات مظبوطه؟ لا، اللي هيعمل الاثنين. طيب هانز فليك كان قاري الماتش كويس، عارف ان هم عندهم ثغرتين هنا بالمنظر ده كده، تمام، هنا من ورا باتشو، تمام، وان الزبالي مش عارف يغطي عليه عشان اشرف حكيمي في الخطوتين اللي بياخدهم قدام عبال ما بيرجع يدافع بتحصل ثغره. فاحنا نعمل ايه؟ احنا هنلعب على الولا اليمين يمال اللي هيلعب ناحيه الشمال وهيكسر الدنيا. فانت هتاخد الكره يا عم اليمين، تمام، وكل ما تمسك الكره هتخش لجوه تلعب من ورا باتشو يقطع المهاجم يحط. ولكن غلطتك الوحيده في ان انت بدات التشكيل من غير ليفاندوسكي. ليفاندوسكي لو كان جاله الكور بتاعت فيران توريس كان خلص كتير. فيران توريس زي ما انا قلت لك هو لعيب حرامي بيعرف يخطف من جوه المنطقه، لكن مش اللعيب اللي اتحرك واول ما اتحرك يعرف يحطها امتى في البعيده وامتى في القريبه. هو ما عندوش الكلام ده. حلو الكلام، ولكن عمل لعبه تاني لما اللعبه دي اتكشفت. راح مجمع لعب هنا 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 هنا، انقل بالطريقه دي كده الولا ماركوس راشفورد، روح يا راشفورد العب الكره بالعرض، تمام، عشان احنا بنحمل على جبهه وبننقل للجبهه الثانيه اللي بيكون اللعيب عارف يفضي نفسه. في لويس انريكي قال له خلصت اللي عندك، قد ايه انت بنت، انت مدرب جامد، طب تعالى لي بقى، مش انا غير من عندي نيفيس، انا هقفل هنا فيتينيا وزيري مري، تمام، وهخلي الولد ده نونو مندش يطلع لقدام وهزود العمق بتاعي والعب باربعه كده، تمام، وابتدي العب في خط ورا خط دفاعك زي ما انت بتقابلني. وهو فعلا بالفعل عمل كده، راح لعب في ورا خط الدفاع بالانطلاقات اللي كانت بتحصل هنا. فعبال ما كوندي كان بيجي يغطي، طب كوندي يغطي ورا هنا، طب كوندي يغش في العمق، تمام، واتلعبت الكوره وجه اول جون، وده كان اول جون. نيجي بقى للعبه الشوط الثاني. الشوط الثاني مين هيغير صح، مين هيعمل صح، مين هيعمل تبديلات تديله الماتش. لكن دي كانت عبقريه لويس انريكي. قبل ما هي تكون عبقريه لويس انريكي انا هرجع واقول لك ان هانز فليك ما عندوش عمق سكواد، ما عندوش اللعيبه اللي تقدر تديله الافضليه في الشوط الثاني. وهو بالفعل اللي حصل اني نزل كاسيادو، طلع بدري. اول ما طلع بدري الماتش فلت منه. راح التاني راح ايه، راح لقط اللقط، قال لك بس انا هلعب على الاطراف، هطلع الجناح وانزل نونو مندش بالمنظر ده هنا هو اللي يبقى جناح عشان افتح الخط بيه ويخش له جوه، تمام تمام، وانزل ليه ناحيه اليمين عشان دايما يخش لجوه على العدله بتاعته ويشوط. حلو الكلام. وبالفعل اللقطه دي نجحت. اللقطه دي نجحت لما ليه دخل هنا فتح الخط لاشرف حكيمي فبقى بيهاجمه بالمنظر ده كده. راح حب جونزالو راموس في اخر دقيقه راح حاطط الكره هنا. انت ازاي تبدا باولمو وانت عارف ان هو مش في مستواه؟ ازاي ما تلعبش 4-4-2 تمام وتلعب على عمق الملعب؟ ازاي ان انت تعمل تغييرات دفاعيه وتلعب بكاسيادو، تمام، وتنزله مكان بدري وانت عارف ان كاسيادو لعيب بيمسك الكوره مهما كان هيحافظ عليها مش هيعرف يحافظ زي بدري. فدي كانت تغييرات بصراحه كانت غير موفقه منك. ولو انت كنت عايز تنزل بالدي انت كنت تنزل بالدي جناح، وانا كنت شايف اصلا ان ماركوس راشفورد كان عامل ماتش كويس. فالتغييره بتاعت ماركوس راشفورد هي اللي كانت خطا. مدرب قرا الجيم صح فعرف يعمل تغييرات تديله الافضليه. وقد كان ان باريس سان جيرمان قدرت تكسب الماتش بكل اريحيه، تمام، وخدت الثلاث نقط من برشلونه وكده كسبوهم 3 مرات على التوالي في قلب مدينه برشلونه. قول لي بقى رايك في الحلقه واكتب لي اقتراحاتك بعد ما تعمل اللايك وتفعل الجرس بقى واعمل لي سبسكرايب بقى، ده انا حبيبك بقى. واتفرج بقى على الحلقه كامله عشان تقول لي ايه اللي انا ممكن المفروض اعمله يساعدك ويخليك قاعد مستمتع وانت بتتفرج. وباي، ومع الف خير ومع الف سلامه.